السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كالعادة قبل ما نشاهدوا تصريح وليد صادي وتضامنه مع رياض محرز، عليك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لوصول كل جديد القناة، وما تنساش أيضا بالضغط على زر لايك إذا أعجبك الفيديو. ولقد صرح وليد صادي في تصريحات له حصرية لقناة الحياة الجزائرية، وقال فيه أنه لن يحضر حفل توزيع الجوائز الكرة الذهبية الإفريقية، ولقد أبلغ الكاف بغيابه منذ يومين. وقال وليد صادي لقناة الحياة: بإذن الله لن يكون أي جزائري في الحفل، وهذا تضامنا مع النجم الجزائري رياض محرز. وسوف يقيم الكاف يوم غد الاثنين حفلا للإعلان عن جوائز السنة في إفريقيا. ولقد كان الاتحاد الإفريقي قد أثار دهشة العالم بعدما استبعد النجم الجزائري رياض محرز واتحاد العاصمة من قائمة المرشحين لجائزتي أحسن لاعب إفريقي وأحسن فريق في إفريقيا لسنة 2023. ما رأيكم في تصرف وليد صادي ورياض محرز؟ كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. ما تنساش بالضغط على زر لايك إذا أعجبك الفيديو، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لوصول كل جديد القناة، وشكرا.